مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا. Click the upper right corner to switch to another voice. اكن البت جيسي ده اهي، رمضان مش رمضان، صبح ليل بتنطط على البتاع ده، هي شبه الاراجوز كده اهو. معلش يا ماما، اصل هي فاكره ان كده تتريب، مع ان دون ولا تدريب ولا بتاع. طب ها، مش كنت قايله تنزلي تجيبي حاجات عشان بكره اول ايام رمضان ان شاء الله؟ كل سنه وانتم طيبين يا جماعه بالمناسبه. وانت طيب يا بابا. خلاص يا بابا، مش لازم انت تروح مع ماما، انا هروح معاها عشان برضو عايزه اجيب شويه حاجات. خلاص هاجي اوصلكم بالعربيه، يلا اطلعوا البسوا. وانتي يا فاطمه مش ناويه بقى تتحجبي في رمضان يا حبيبتي؟ هي تيتا هتحجب في التراويح. ما اكيد هتتحجبي في التراويح، امال يعني هتروحي بشعرك؟ انا بقولك يعني تتحجبي الشهر ده هو كده ولا حاجه. والبنت شروق بنت خالك برضو هتتحجب اهي. لا يا تيتا، شروق لسه مش هتتحجب دلوقتي. وبعدين اصلا ما هي ماما برضو بتتحجب في رمضان بس، فمش لازم انا هتحجب في رمضان. احنا رايحين التراويح كفايه. انتي حرة يا اختي، وبعدين انتي بتجيبي حاجة ان امك بتتحجب في رمضان؟ هي امك بتتحجب في رمضان وبره رمضان برضو. خلاص يا جماعة يلا اطلعوا البسوا. خلاص يلا يا بسمة، انا لبست الطرحة ده هو، بس لسه البت بتلبس. خلاص عما تلبس هروح انا اطلع العربية. ماشي. كده انا خلصت ولا لسه ناقص حاجة؟ اللي هي يا حبيبي انا رايحة لمرات عمك، هنجيب شوية حاجات كده، اما ابوك يجي يقوله اللي انا نزلت. وخلي بالك من البيت. طيب ايه ده، انتي واخدة اسر؟ ايوه شبط، هعمل له ايه؟ ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. رجع متأخر ليه يا استاذ؟ مش كان وراك حجز وخلصته بدري؟ معلش يا بابا، ما هو اصحابي قعدوا يقولوا لي تعالى اقعد معانا شويه وكده، فرحت ومعرفتش ارن عشان ما كانش فيه شبكه. ماشي، لو هتتاخر تاني مره تبقى ترن وتقولي يا استاذ عشان ما نفضلش قاعدين كده. ايه ده، بسمة اختك بترن؟ الو. ايوه يا بسمة يا حبيبتي، عامله ايه؟ ايه ده، رايحين دلوقت؟ طيب هشوف كده، هشوف وارد عليكي دقيقه بس. بسمة اختك هي وعائشة مرات سلفها عايزين نروح معاهم، يجيبوا حاجات رمضان بكره. ماشي روح، بس ما تتاخريش. ماشي. ماما فاطمه معاهم؟ ما قالتليش والله يا حبيبتي، بس انا سمعت صوتها تقريبا معاهم. خلاص انا جايه. ماشي تعالي. يلا هلبس عما انت تلبسي. طيب صحيح يا ماما، انت كنت قاعده بالحجاب ليه؟ مع ما خدت الحاجه من الراجل كسلت اخلعه تاني. طيب ماشي. هقوم انا كمان يا بابا عشان انا عاوز حاجه. لا تصبح على خير يا حبيبي، وانت من اهلك. يلا يا حبيبتي لبستي؟ ايوه يا ماما يلا. ازيك يا عائشه يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، كويسه والله. جماعة شكل الماركت فاضي، شكل الناس خلصت كل حاجة. فعلا. ايه ده، هنجيب ايه احنا بقى؟ البت الجزمة اللي اسمها شروق دي ما جاتش سلمت على عمتها ليه؟ معلش هي اندمجت مع فاطمة، انت عارفة اللي هي ما شافتهاش من زمان. شروق. شروق. ايوه يا ماما. يا لهوي، نسيت اسلم على عمته. ازيك يا عمته، والله معلش نسيت، او ما خدتش بالي. عادي يا جزمة، بس اول واخر مرة. طيب ازيك يا طنط عائشة؟ الحمد لله يا روحي بخير، انتي عامله ايه؟ انا بخير والله، هنستناكوا بقى انا وفاطمه هنا عما انتوا تخلصوا. المهم يا ست اكملك، لقيت تيتا بتقولي تلبسي الحجاب. بشرتك يا بسمه لسه لها حاجه بسيطه وترجع لطبيعتها. ايوه، ما انا مستمريه على علاج، ربنا يستر. يلا يلا يا جماعه، احنا واقفين لرجلك. معلش يا فندم، محتاجين تحاسبوا ولا حاجه؟ لا احنا لسه ما تسوقناش.
يا بنت ما تبطلي تنطيط شبه الاراجوز ده هو كده هو وانت قاعده طول النهار تتنططي تتنططي تتنططي. وانت يا فاطمه يا حبيبتي ما تقومي تساعد امك في حاجه. السلام عليكم. اطلع يا حبيبتي يا حبيبي غير لبس الكوره دون عشان ما عادش الا يجي نص ساعه على الفطار. خدي يا حبيبتي الشوك والمعلقه ديت عم اعمل العصير واجي. طيب احطها هنا وخلاص واللي عايز حاجه ياخدها. يلا نحط الفرخايه اللي في النص والعصير حطيه ورا. ايوه رتبيهم جنب كل طبق كده افضل. يلا البس اي حاجه. يلا كده خلصت انزل بقى. امال فين العيال؟ لو اي واسر زمانهم في الاوضه. ايه يا ماما المغرب مش ناوي يأذن ولا ايه؟ ايه يا حبيبي ده احنا لسه في اول يوم وبعدين انا ما طبختش النهارده جايبه الاكل من بره عشان ما كنتش فاضيه. كنت في مشوار زي ما انت عارف. عادي يا ماما المهم ناكل. اول يوم وتاكلنا بيتزا والدب. انا هفضل اعيد وازيد اقول ما كنتش موجوده هنا. بكره هدوخ لكم احلى اكل وبعدين ده احلى اكل ده بكره انت. يلا زمان اخويا باسم الوقت بياكل مشويات ومعرفش ايه. يعني هو ده وحش يعني؟ روحي يلا يشرقي يا حبيبتي صح اخوك الكسلان ده قولوا له المغرب هيأذن الوقت. وعرفين ان احنا حاطين الفطار عشان ما يقعدش يقول لما تحطوا الفطار. ماشي ما اشوف الواحد لسه جاي من بره وكمان هيروح يصحى اخوه. انت يا دي يا بارد يا اللي اسمك يوسف اصحى يلا. انت يا بارد. ايه ايه في ايه؟ قوم يلا يا اخويا حطينا الفطار. طب وانتي بتتكلمي بعصبيه كده ليه؟ عشان انت كسلان اجي من بره يقولوا لي صحيك ايه ده؟ والله المفروض كنت عزمت اختك بسمة النهارده. انت عايزه ابطال المسلسل يتعزموا اول يوم يعني؟ ثانيه ثانيه ثانيه. انا من غبائي نسيت اعمل للمسلسل ده او للعيله دي في المسلسل سفره ياكلوا عليها. عملت البيت كله طول بعرض باوض بحمامات ومطبخ. ايه ده ونسيت اعمل سفره. معلش يا جماعه مش هجيب لكم السفره النهارده للعيله ديت. عم اعمل السفره. انا لبست اهو عشان الجامعه اتصل بقى على شروق اشوف هي كمان خلصت ولا ايه. اما راح اصحي العيال ديت عشان المدرسه. بس مش عارف يصحيني يعني وهو رايح الشغل كذبني ساعات من بدري. ايه ده؟ امال فين جاسم؟ ايه ده؟ راح فين الواد ده؟ هيكون صح من نفسه؟ لا بس مش معقول. طب اما اروح كده اشوف جيسي زمانه في التويلت. جيسي ايه ده؟ هي العيال دي راحت فين؟ لا يكونوا راحوا المدرسة. لا بس صمت جيسي هنا. يا ماما احنا هنا. انتوا صحيتوا امتى؟ ما هو بابا صحانا وهو رايح الشغل. ايوه فاحنا قلنا نعملها مفاجأة بقى يا ماما. طب كويس ريحتوني يلا ننزل عشان الباص. حاسه ان البنطلون ده احلى من البنطلون الاولاني فخليني لابسه ده وخلاص. ايه ده انتوا هنا؟ انا بقول مش طالع لكم صوت ليه؟ ايوه شفتي القرود طلعوا صاحيين ولبسوا لوحدهم. يلا خديهم وانت نازله. طيب اهم حاجه يا ولاد ما تفطروش في المدرسه. لا امان. يلا عشان لؤي مستنيني تحت. لؤي مين ده؟ تأثير الصيام ولا ايه؟ قصدك آسر. اه والله تأثير الصيام فعلا. يلا يا حبيبتي انا نازل. لو بس ما اخويا اتصل على تليفون البيت قولوا له انا نزل. طيب ماشي وخد آسر معاك وانت نازل عشان الباص. ماشي يا اسطى ما يلا يابا. ماشي يلا انا نازله. كل يوم مدرسة كل يوم مدرسة حتى في الصيام في مدرسة. ايه القرف ده بقى انا زاد. يلا يا اسف. ايه ده؟ طب عيطت؟ لا ما بعيطش. يلا يا بابا. يلا يا فاشل عدى على المدرسة مش عايز تروح. يلا يلا يا يوسف. يلا يا ست على الجامعة بس الاول ليه عندك طلب؟ اطلب. بصي روحي قولي لبابا يجيب لي 5-6 آلاف جنيه مثلا كده ولا حاجة. اطلع بعد الجامعة اروح اجيب لي هدوم عشان والله ما عاد عندي هدوم.
هو اللي بيطلب ب5-6 آلاف جنيه؟ ايه يا شروق، انت لسه جايبه اول امبارح اوردر ب12 ألف جنيه. طيب انا I'm just a girl، بس انت just a donkey. ايه؟ انا رايحه للبابا. روح، كده كده هو ما بيعملش فيا حاجه وانت عارف. خلاص يا ستي هعديلك، بس روحوا للبابا يلا. طيب يا مأخرنا. ملحق يا عمرو، يبقى اكلم بقى بس مختك عشان تيجي تفطر معانا النهارده. قلت لها ولو تجيب وفاء معاها برضو يبقى كويس. بس من جوزها غريب. لا ما ينفعش تقول كده، ازاي يعني غريب؟ ايه ده احنا كنا واكلين معاه ماشي وملح لسه. خلاص يلا اشوف الموضوع ده. أهم. ماما انت خارجه ولا ايه؟ ايوه يا حبيبتي، راح اشتري شويه حاجات للعزوم. ايوه يا حبيبتي. بابا ممكن بيقول لك يوسف اللي هو عايز يشتري هدوم، فعايز 5-6 آلاف جنيه كده ولا حاجه. ايه يعني حبيبتي؟ بالعقل اللي بيطلب بال5-6 آلاف جنيه. اديله يعني، ما هو الشبه اللي مقضيها اوردرات ليل ونهار. ماشي يا حبيبتي، روح اديله من الخزنة. يلا يا جماعة، راح انا لنور صاحبتي، باي. نور، ايه ده يا جيسي، وحشتيني يا بنتي بجد. انا متضايقه اللي انا صايمه وجايه المدرسه. يلا يا نور، هناخد على كده حسنات برضو عادي. بقولك، هو آسر صاحبه ده اللي هو صاحب اخوك جه؟ ايوه بقى اديله. ايوه جه يا ستي. هو انتي؟ لا يا شيخ، لا يا شيخة، لا اسكتي، ده حتى اخويا احلى منه. هو ايوه احلى منه، بس حسب ما القلب بقى يا ستي. خلاص عشان هم ورانا. ويلا ندخل الفصل. يلا يا حلوين، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. بس دلوقتي هنشوف مين اللي حفظ الدرس بتاع امبارح. نمسح بس اللي حصة الماس كانوا بياخدوه امبارح، يعني ماشيين ومسحوش السبورة. يلا مين يسمع لي القلب يا حلوين؟ انا يا مس. قولي يا جيسي، اتفضلي. هو ايه القرف ده؟ يعني هي لازم كل يوم تذاكر يعني؟ حتى في رمضان بتذاكر؟ ايه القرف ده؟ يا ربي لو صاحبتي مالكة ترجع تاني المدرسة هكون مبسوطة جدا. بس يا ريت اللي هي تيجي رمضان الجاي وهي ماشية من رمضان اللي فات. يا رب تيجي بقى يا رب. يلا يا بنات نكمل الشرح. ايه ده وقت الفسحة، يلا. جيسي، بقولك ايه، انسي موضوع ان انا قلتهولك على الاسر ده. طيب يا ستي، انت بتتكلمي كده ليه؟ انا حرة، انت مالك؟ ايه ده؟ في ايه يا نور؟ هو في حاجة حصلت ولا ايه؟ لا ما فيش حاجة. يلا يا جيسي، انا عايزة امشي. هو ايه ده؟ مالها دي؟ انا لازم اوريها. ازيك يا جيسي، احنا كنا عايزين نكلمك من زمان، بس صاحبتك اللازقة دي ما كانتش بتسيبك. اهلا، اتشرفت بيكم، بس ما ينفعش تشتموها وهي مش موجودة. معلش يا جيسي، ممكن نقعد معاكي شوية؟ ايه ده؟ وكمان هتاخد مكاني في المدرسة؟ لا انا ما ينفعش